أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست على الهامش. معاكم إسلام السمان. النهاردة هنتكلم عن حاجة أساسية لأي مدير مالي أو محاسب، ومش بس في المكاتب أو الشركات الكبيرة. دي قاعدة بتحكم إزاي نعرض ونتعامل مع الأرقام. مفهوم القيمة العادلة Fair Value. القيمة العادلة ببساطة هي السعر اللي أي طرفين مستقلين عندهم معرفة كافية ممكن يوافقوا عليه لبيع أصل أو تسوية التزام في السوق. يعني مش السعر اللي في الدفاتر ولا السعر اللي انت شايفه مناسب، لكن السعر اللي السوق نفسه مستعد يتعامل بيه. خلينا ناخد مثال. لو عندك أصل ثابت زي عقار في الدفاتر متسجل ب1,000,000 جنيه، لكن السوق بيقول إن سعره النهاردة 1,500,000. القيمة العادلة هنا مش 1,000,000 اللي مكتوب، لكن 1,500,000 اللي السوق مستعد يدفعهم. الموضوع مش بس أصول، حتى الالتزامات بتتقيم بالقيمة العادلة. يعني لو عندك التزام مالي ممكن تسدده النهاردة بمبلغ أقل من اللي في العقد بسبب تغير أسعار السوق، فالقيمة العادلة بتعكس الرقم ده. أهمية المفهوم ده إنه بيخلي القوائم المالية أقرب للواقع، وبتدي صورة أوضح للمستثمرين وصناع القرار. بس في نفس الوقت التقييم بالقيمة العادلة مش دايما سهل. ساعات السوق مش واضح، وساعات مفيش سوق نشط أصلاً. وهنا بيجي دور الحكم المهني والاعتماد على طرق التقييم المختلفة، زي التدفقات النقدية المستقبلية أو مقارنات السوق. الخلاصة، لو عايز قوائم مالية حقيقية تعكس وضع الشركة، لازم تفكر بالقيمة العادلة مش بس بالقيمة التاريخية. وده معيار دولي مهم جداً اسمه IFRS 13. لازم أي حد شغال في المجال يبقى فاهمه كويس. دي كانت حلقة النهاردة من بودكاست على الهامش. معاكم إسلام السمان. لو عجبتك الحلقة